اصل لو ما عندكيش ال3 برطمانات دول هيفوتك كتير قوي، لان اي وصفة هتعمليها لازم هتضيفي معلقة عليها، حتى البتنجان والفول. لايك وشير كتير للوصفة، لان وصفتك مع اسماء النهاردة هتعمل لك 3 برطمانات هيقعدوا عندك من اول الشهر لاخر الشهر. هتحتاجيهم في كل وصفاتك وكل تتبيلاتك. اول حاجة بتحضري اي كمية فلفل انت بتفضليها. معايا فلفل النهاردة اخضر عادي، ومعايا فلفل اخضر مكسيكي، بس ايه بقى مولع. ممكن طبعا تستبدلي كل ده بفلفل احمر او شطة حمراء او إيه الشطة اللي كلكم عارفينها، اللي هي الالوان العادية الحمراء خالص يعني. تعالوا بقى معايا شوية اضافات كده. معايا كمية توم كده محترمة، ومعايا معلقة كبيرة من الكزبرة، ومعلقة كبيرة من الكمون، وربع كوباية من الليمون، ونص كوباية من الخل. حضري كبتك الجميلة، وتعالوا نعمل اي تتبيلة اللي هي بتاعت ايه بقى، اللي هي العادية خالص. فلفل اخضر عادي جدا، وهتحطي عليهم قرنين 3 من الفلفل المكسيكي ده. هتستخدميها بقى في ايه، في البتنجان وفي الفول وفي اي وصفة تحبيها. لكن بقى نشوف الوصفات اللي بعد كده. شايفين يا جماعة الجمال؟ هتنزلوا بقى بكل الحاجات الحلوة دي، وعليها 5 معالق من الملح، وشوية معلقتين كبار من الخل، ومعلقتين كبار من الليمون. وبكده تكون دي اول تتبيلة معانا العادية خالص، اللي هي مش حارة قوي ولا حاجة، بتاعة البتنجان والفول وبصوا والكبدة وكل التتبيلات بتاعتك اللي بتحتاج التومة دي. تعالوا بقى ندخل على التانية بقى، اللي هي بقى تتبيلة الأسماك. اوعى وشك بقى. معانا برضو شوية من الفلفل الأخضر العادي، وشوية من الفلفل الأخضر المكسيكي الحار. هننزل عليه ب10 فصوص من التوم. خليني أقول لكم المقادير بالظبط عشان اللي مش عارف. وهنزل بمعلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة كبيرة من الكمون، معلقتين كبار من عصير الليمون، ومعلقتين 3 كبار من الخل، و5 معالق ملح كبار بالشكل ده. اوعى وشك بقى سمك، جمبري، شوفوا جميع انواع الاسماك اللي تتخيلوها، البلطي والسنجري وكل حاجة، دي التتبيلة بتاعتها معانا النهاردة. ودي تاني برطمان معانا. تعالوا بقى اخر برطمان بقى، وهو بقى هريسة الشطة المكسيكية بقى. هتحطي بقى الفلفل الاخضر الموحوح ده المكسيكي، وعليه 10 فصوص من الثوم، 5 معالق كبار من الملح، وربع كوباية من الخل، ومعايا بقى 3 معالق كبار من الزيت، علشان طبعا الخلطة دي بتبقى حراقة قوي، فبتفضل معاكي اطول وقت ممكن. فالزيت بتاعنا مادة حافظة معانا النهاردة. وهنفرم كل الكلام الجميل ده كده مع بعض، وبكده نكون عملنا 3 برطمان. بس خلي بالك بقى هنا البرطمان الاخير ده بتحطيه على جميع اكلاتك، خلطة المحشي، خلطاتك، تتبيلاتك، وكل حاجة، بس ربع معلقة صغيرة، لان حارة جدا جدا جدا. وطبعا احنا عملنا هريسة الشطة الحمراء اللي بصراحة حققت مشاهدة عالية جدا، ونالت على اعجابكم كلكم، وعملناها على السخن. اجروا بسرعة شوفوها عند وصفتك مع اسماء، هتعجبكم جدا. وبكده نكون عملنا احلى 3 برطمانات ل3 تتبيلات مختلفة لجميع وصفاتك كلها، البتنجان والفول والكبدة والاسماك، والناس اللي بتحب الاكل الحراق جدا طبعا هتحطيهم في برطمانات وتسيبيهم في الفريزر، وتطلعي معلقة بمعلقة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. انتظرونا في فيديوهات